عسلامة عسلامة، كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله كلكم بخير. طمنيني عنكم. اليوم مش نعملوا وصفة كتير سهلة وطيبة اللي هي صدر دجاج محشي بالخضار. عندي 3 صدور الدجاج مثل ما شايفين، غسلتهم بالليمون وخليتهم هيك تنفخوا شوية عشان تنحى ريحة الزنخة. وناخذ الصدر نظفته من الشحم ونبدأ نحل فيه في النص. مش نعمله طريقتين، يعني الصدر كامل مش نحله، والثاني مش نقصوه شرحات هيك جويدة ناعمة. مش نوريكم كيفاش تنجموا تحشوهم من داخل. هكا نحضرهم الثلاثة صدورة لأنه أنا عندي كبار مثل ما شايفين في الفيديو، قصة هيك ناعمة. والثاني قصه في النص. حضرت الخضار، عندي فلفل أحمر وفلفل أخضر وطماطم وبصل قصيته مكعبات، رشة قرفة، وعندي ماجي تقدروا تعوضوه بالملح، فلفل أحمر خشن، فلفل أكحل، شوية نعناع مجفف، وزيت زيتون مقدار 3 مغارف. كل مكونات في صندوق الوصف تلقاهم. نخلط الخضار اللي مش نحشي فيها دجاج حتى تدخل توابل مع الخضار. ناخذ الصدر هكا، نحط مقدار مغرفتين في وسطه من الخضار اللي جهزتها، نحطها في الصينية مش ندخلها للفرن. نعمل كل المكونات الصدر يعني بنفس الطريقة. هيك مثل ما شايفين نحل شوي ونبدأ ندخل فيها الخضار، وأي خضار انتم تحبوها تقدروا جلبانة أي حاجة تحبوها تقدروا تحشوها بها. واللي ما يقدرش هيك يعني يحشيها مثلا على الصينية برا، حطها في الصينية هكا مثل ما شفتوا بالضبط. نحط الخضار ونطوي الشرحات تاع الدجاج. باش نوريكم كعبة حطيتها على يدي هيك. باش نبدأ نحط الحشوة من داخل هيك ونضغط عليها بشوي بشوي ونلف. نحطها في الصينية. الصينية مش نحط فيها شوية ماء، باش نحط ورقة زبدة من فوق دجاج، فوق منها ورقة الألمنيوم. باش نحاول ننقبها من فوق هكا بالسكينة شوية باش تصير تطيب على البخار يعني. باش ندخلها الفرن ساعة على 200 درجة هيك مثل ما شايفين. باش نحضر صلصة الخردل. عندي كيتشوب 3 مغارف، مغرفتين خردل هذا السينابي، نص مغرفة ماجي، ورشة فلفل أكحل، ورشة فلفل أحمر خشن. وعندي الكريمة طبخ 5 ديزيلتر، ما يعادل 2 كيسان. نخلط هاك المكونات بعد نبدأ نصبه ونركض بالمغرفة حتى تصير معانا صلصة جاهزة. نحاول نخلط من فوق لتحت باش الكيتشوب تتحل معانا. هكا المرحلة الأخرى باش نتعدى نحضر الروز. عندي كاس نص روز حبة طويلة هيك، باش نغسلها مرتين بالماء مثل ما شايفين ونصفيها. باش نعدى نطيبو. حطيت مقدار مغرفتين زيت،
الطنجرة مش نحط هكا، نخليه شوية مع الزيت الروز. حط ماجي او ملح مثل ما انتم متعودين تطبخوا، نص مغرفة كركم، فلفل اسود وفلفل احمر هيك على الخفيف خشن، كيس ونص روز، حطيت كيستين ماء، ونخليه يطيب روز على جنب مثل ما شايفين. باش تعدى المرحلة الأخرى بعد ساعة جبت الدجاج هيك نحيت منه شوية ماء، نصب عليه الصلصة اللي حضرتها تبع الخردل، مش نرجعها 10 دقايق للفرن. نحاول نوزع الصلصة على اللحمة على الدجاج كله مثل ما شايفين. هكا حضرت معانا الأكلة، تو مش نقدمه في صحن التقديم جاهز للأكل. نحط الروز هكا في صحن تاع شوربة، نضغط عليه شوي ونصبه في الصحن تاع التقديم هكا مثل ما شايفين يطلع لنا معانا. ونحط الصدر اللي حشيناه بالخضرة وشوية صلصة فوق منها. حضرت سلطة تونسية هكا على جنب، حضرها ان شاء الله تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في كومنتار، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. نشوفكم على خير ومع السلامة.